السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله المحاضرة السابعة من محاضرات الرينو هتكون آخر محاضرة رينو معانا في الجزء الأول، وبعد كده المرة الجاية هنبدأ الفي-راي. المحاضرة دي هتكون أكتر من إن هي بتتعلم أوامر جديدة، هتكون بتتعلم ازاي تطلع جيومتري نضيفة، لأن أي شغل صبدي أو بارامترك فاشل سببه جيومتري مش نضيفة. فأول حاجة هنتعلم ازاي نجهز الجيومتري بتاعنا ونخليه كلين، وإيه الأوامر الأساسية اللي إحنا ممكن نستخدمها علشان نفهم الجيومتري بتاعنا والكونتينيوتي بتاعته، وإزاي برضه نقدر نعدل المشاكل اللي ممكن تكون موجودة فيه. بعد كده هنفهم النظام التالت اللي موجود جوه الرينو اللي هو المش سيستم. المش هو نظام ثانوي زي السبلي، فهنفهم الأوامر الأساسية بتاعته أو الأوامر المهمة بتاعته اللي إحنا ممكن نلجأ له فيها في إن إحنا نعدل جيومتري معين، أو إمتى أصلا إحنا هنكون محتاجين نحول الجيومتري بتاعنا لمش. تالت حاجة هنتكلم بسرعة على البلوكس وإزاي نقدر ندخل بلوك جديد للبرنامج، لأن ده هيوفر معانا وقت لحاجات كتيرة أوي، إن إحنا مش شرط نعمل لكل حاجة في السين موديلنج طالما ليها بلوك خارجي، وإزاي نتأكد برضو إن البلوكات بتاعتنا نظيفة ومش هتأثر على أي حاجة أو على الريندر. طيب آخر حاجة هنطبق أمثلة على كل اللي فات، مش على المحاضرة دي بس، نطبق أمثلة على كل اللي فات وأمثلة قوية وأركيتكشرال علشان تكون بتخليك تفكر أكتر إزاي تبدأ كل موديل تعمله موديلنج بنفسك. وآخر حاجة هناخد تاسكات خفيفة إن شاء الله مش تقيلة، وبعد المحاضرة دي أنا متأكدة إنكم هتطلعوا فاهمين الرينو بشكل تاني، والموديلنج بجد بالنسبة لكم هيكون لعبة لو انتوا فعلا فهمتوا السبع محاضرات دول كويس أوي. أول حاجة إزاي نفهم لو الكيرفات عندنا أو السيرفيس أي جيومتري مكمل مع بعضه بأنهي شكل، أو التكامل ما بين كل كيرف واللي بعده، إيه العلاقة اللي ما بينهم، فاللي هي ال continuity. عشان نفهم حاجة زي كده بنعمل analyze تحليل للكيرف اللي عندنا أو للجيومتري اللي عندنا. ففي فوق تاب اسمها analyze بندوس عليها، هتلاقي بالنسبة للكيرفات في هنا geometry continuity، فبندوس عليها بنختار من اتجاه قريب للكيرف لنهاية الكيرف الأول، وبعد كده بنختار الكيرف التاني. بيكتب لنا هنا إن الكيرفات العلاقة ما بينهم G0. معناها إن ده العلاقة أو الترابط ما بين الكيرفات ده أضعف حاجة، يعني البلند بتاعهم وحش جدا. طيب بعد كده لو دوسنا اللي بعد ده هنلاقيه G1، يعني في ما بينهم تكامل، في ما بينهم بلند بس مش أقوى حاجة. بعد كده لو دوسنا على اللي بعده هتلاقيه كتب لك G2. ده بيفرق في إيه؟ لو خدنا نفس الكيرفات دي وعملنا لها اكسترود طلع لنا السيرفيس ده، ممكن نعمل له انالايز من السيرفيس حاجة اسمها زبرة. الزبرة دي بتعمل ايه؟ بتعمل شكل مخطط بيبين لك وانت بتتحرك الخط ده راكب مع الخط ده ولا لأ. هتلاقي هنا إن الدنيا مش راكبة خالص، كله عكس، يعني الخط الأبيض قصاده أسود على طول، مش مكملين سوا. معنى كده إن النعومة بتاعة السطح ده مش موجودة خالص. طيب لو عملنا هنا تاني هتلاقي لأ، الخط بدأ يركب على بعضه بس برضه في فاصل خفيف. هنا هتلاقي الدنيا blended خالص مع بعض، مفيش الفاصل اللي موجود هنا، مفيش الكسر دي. معناها إن الكيرف أنعم، وكل ما الشكل ده بيكون ناعم، ده أنعم شكل ليه، كل ما بيكون معناها إن الكيرف معمول له بلند كويس. يعني هنا لو بعدنا الكيرف ده وقلنا له blend surface، خدناها قبل كده، واخترنا ادي الفيرست ايدج وادي السكند ايدج واخترنا على G4. نعمل كده، نعمل
اعمل analyze من الأول وجديد. analyze لsurface زبرة، ادي ده الشكل اللي اتكون. تلاقي الخطوط الأسود ماشي مع بعضه ومتقطعش. لو خدنا دول كوبي تاني وعملنا بلند تاني، بلند سيرفيس ما بين دول تحت، نعملها G3 مثلا أو curvature. اوكي add object، اخترنا ده كمان. هنا التاب دي طبعا ممكن تفضل موجودة معانا مفتوحة واحنا شغالين طول الوقت. ممكن نضيف object أو نمسح object، مثلا ممكن نمسح الجزء ده أو ممكن نضيف. وممكن الستريب نغير لونه من هنا، نختار أي لون أو من هنا من الألوان اللي هو حاططها هنا. مثلا ممكن نختار لون أورنج أهو بالشكل ده. وهنا ممكن نبين الأيزو كيرف واحنا شغالين في نفس الوقت. هنا التخانة بتاعتها بتاعت الخطوط دي، وهنا بالطول ولا بالعرض. هنا لو قفلنا كل حاجة هتروح. طيب عشان نصلح العلاقة ما بين الكيرفات أو ما بين الأسطح عندنا الكونتينيوتي بتاعتهم، عندنا أمر اسمه ماتش. الماتش لما بنعمله للكيرفات، ادي الكيرف الأول ونختار برضه إن يكون الماوس قريب من الجزء اللي هنعمل له ماتش يعني من هنا، وادي الكيرف التاني بيدينا النوع الكونتينيوتي الجديد اللي احنا عايزينه. هو كان بوزيشن اللي هو G0 اللي هو كل اتجاه كيرف لوحده، والنعومة أو الانسيابية يعني كل واحد لوحده. تانجنسي بيبدأ يوحد الاتجاهات، كيرفتشر بيوحد الاتجاه والنعومة. وهنا البريسيرف other end يعني هيحافظ على ايه في نهايات الكيرف. يعني من هنا احنا لو كنا دوسنا نون هتلاقي ان الكيرف متحافظش عليه خالص من اوله لاخره، هو اتغير. لو خليناها بوزيشن يعني اقل طريقة برضه محافظة، فهي زي نون تقريبا. تانجنسي بيبدأ يعدل اتجاه الكيرف ان هو يحافظ عليه. الكيرفتشر بيكون كمان بيحافظ اكتر كمان. هنا هتلاقي في فرق بسيط ما بين التانجنسي والكيرفتشر. الافريج كيرف يعني يغير في الاتجاهين، يعني هنا لو شلناها هتلاقي بيغير في اتجاه واحد بس في كيرف واحد. هنا افريج يعني يجيب المتوسط ما بينهم. جوين لو انت عايز تخلي الكيرفين خلاص كيرف واحد بس لسه في كنترول بوينت مكان الجزء اللي كان مقسوم. ميرج يعني حتى الكنترول بوينت دي هتروح. فاحنا مش هنعمل جوين دلوقتي ولا ميرج عشان نقدر نعمل انالايز تاني. فلو عملنا انالايز دلوقتي في الكيرف ده، ادي الكيرف هنعمل له جيومتري كونتينيوتي، وادي الكيرف الاول وادي التاني هتلاقيه كتبه G2. هو كان G0 بقى G2. طيب السطح بتاعنا لو السطح متداخل او حتى بعيد مثلا وطالع لقدام بالشكل ده، وعايزين ان احنا نرجع نظبط التو سيرفيسز دول ان هما يندمجوا سوا من غير ما نعمل بند فيدينا سيرفيس تالت ما بينهم، هنعمل ايه؟ هنعمل ماتش بس سيرفيس، ماتش سيرفيس، وهنختار الايدج الاول والايدج التاني. هنا نفس الكلام الكونتينيوتي بتاعته بوزيشن ولا تانجنسي ولا كيرفتشر أنعم حاجة. والبريزيرف أذر إند هيحافظ على إيه؟ مش هيحافظ على حاجة، ولا هيحافظ على البوزيشن بس، ولا هيحافظ على التانجنسي كمان، ولا الكيرفتشر يعني أكتر محافظ على السيرفيس بشكل أكبر ما يمكن. هنا الافريج يعني هيغير في الاتنين زي ما قلنا. هنا الماتش edges by closest point يعني بيقرب لو في نقاط أو حاجة، بيقرب لأقرب نقط على كل إدج. refine match لو أنت عايز تعيد الايزو كيرف بتاعتك كمان في الماتش. هنا الايزو كيرف دايركشن كمان ممكن تتحكم في اتجاهه وانت بتعمل الماتش. لو هو الايزو كيرف ما بين كل سيرفيس والتاني اتجاهاتهم مختلفة أو الانحناء بتاعهم مختلف، فهنا اوتوماتيك يعني بيظبطها هو بشكل اوتوماتيك. أو إنك بتحافظ على الاتجاهات، تقول له حافظ على الاتجاهات بس، أو إنك بتماتش للاتجاهات بتاعتهم هم كمان، يعني بتماتش السيرفيس وبتماتش الايزو كيرف. وهنا بتعكس الاتجاه أو بتخليه
مش بتعكس الاتجاه، هو هنا الاتجاه الأيزو كيرف عمودي على الإدج. ساعات بيكون الأيزو كيرف لأ فيه مثلا ميل أو حاجة، فأنت هنا make perpendicular، يعني خليه بشكل أكيد عمودي. اوكي، هنا لو رجعنا عملنا analyze لسيرفيس بزبرة، ادي السيرفيس الأول وادي السيرفيس التاني، خلينا horizontal، هتلاقي الخطوط بقت ماشية مع بعض بالشكل ده. تمام. دلوقتي هناخد أمر بسيط قوي اللي هو stitch، وهناخد الفرق ما بينه وما بين البريدج عندنا كان إن هو بنختار كده دول نعمل ما بينهم بريدج، ده الفيرست انتر وده السكند انتر، وبيدخل ما بينهم سبدي سيجمنت جديدة. وهنا ممكن نكتر السيجمنت دي، نخلي ليهم عدد معين أو نخلي الكريز بتاعتهم موجودة بشكل معين. لكن الستitch الفرق إن هو مش بيدخل صفدي جديدة، يعني احنا لو عملنا ستitch مثلا ما بين النقطة دي ودي، هو هيدمج ما بينهم من غير ما يدخل أي صفدي جديدة. أو إن احنا نعمل مثلا ما بين ده الفيرست ايدج وده السكند ايدج، فهيربطهم مع بعض من غير ما يدخل أي سيجمنت جديدة. وممكن برضو يعني ممكن نرجع في كل ده، ممكن يكونوا قصاد بعض كده، فنعمل ستيتش أول لوب مع السكند لوب ده، كده هو كأنه وصل ما بينهم بس من غير ما يدخل أي صبغ جديد، نفس عدد الفيسز. لو رجعنا البريدج عندنا مش شرط إن احنا نمسح الفيس أو يكون إيدج عشان نعمل بريدج لازم بيكون عدد الفيسز اللي بنختارها بنعمل لهم بريدج سوا قد بعض. يعني هنا أنا اخترت واحد قصاد واحد، لو عملت تاني واخترت اتنين انتر وبعد كده اخترت واحد بس دوست انتر، مش هيقدر يعمل بريدج، فلازم نختار السكند يكونوا اتنين برضو بالشكل ده، وهو بيفتح الفيس ده لوحده. تمام. لو عملنا ستيتش ما بنقدرش نعمله لفيس، لازم يا ايدج يا بوينت. نستتش الايدج ده مثلا مع الايدج ده بالشكل ده مش هيقدر لان هو برضو في النص، فلازم الستيتش عشان ما يبوظش الشكل كان تمسح الإيدج ده مثلا وتبدأ وتمسح ده وتبدأ تعمل ستيتش ما بينهم كده، ده الإيدج الأول وده الإيدج التاني، فيعمل ستيتش بالشكل ده. طيب نفس الكلام بالظبط بينطبق على المش، فهنا لو عملنا كواد مش بيحول هنا للصبدي ده المش، وهنخليهم ماشي الكاونت هنا 50، هنعمل بريفيو هيكون الشكل يتحول كده بالشكل ده، وهنا نسحب الشكل ده وممكن نعمل له كوبي كده دراج. لو عملنا ستيتش نفس الأمر من هنا واخترنا الإيدج ده مع الإيدج ده، عملنا ستيتش ما بينهم بالشكل ده. دلوقتي بالنسبة للمش، من قبل ما ناخد المشاكل اللي ممكن تحصل في المش، فأنا عايزة أعرفكم الأول على المش سيستم وليه موجود في الراينو. عندنا هنا لو دوسنا على التاب بتاعة المش تولز هيظهر لنا هنا كل الأدوات بتاعته، وهنا الأدوات اللي بنرسم بيها المش أو نحول أي أوبجكت عندنا من نربس للمش، فبيطلع لنا السيتنج دي نتحكم في عدد البوليجونز. لو سحبنا لورا يعني معناها عايزين بوليجونز أقل، فمعناها برضو الشكل مش هيحافظ على الفورم بتاعته الأساسية قوي. ولو علينا البوليجونز بيكون الفايل أتقل، بس عدد البوليجونز بيخلي الشكل بيحافظ على الشكل الأساسي بتاعه أكتر. تمام. وهنا برضو نفس الفكرة بالظبط، كمية subdivisions أو الليفل بتاع subdivisions بتاعة الأوبجكت، فممكن تدوس برفيوم قبل ما تحول الأوبجكت بتاعك. هنا ده عشان شكل عادي هو قسم كل فيس لاتنين بس سيجمنت،
لكن لو كان شكل معقد عن كده كان هيحوله لحاجات أكتر من كده أو سيجمنت أكتر من كده. دلوقتي ندوس اوكي، ده كده القديم ممكن نمسحه، وده كده المش عندنا. طيب المش تقدر برضو تحول كل الفيسز بتاعته لشكل المثلثات من هنا بالأمر ده، إنك هتحول المش التريانجل بالشكل ده. ممكن برضو تقرر إنك تحول كل حاجة، تلغي كل المثلثات، وأي بلانر تحوله لشكل مستقيم على قد ما يقدر بالأمر ده، اللي هو كواد ريكتانجل. مش تمام؟ ندوس اوكي بالشكل ده. ده كده مش. طيب وفي عندنا كوادري مش خدناها قبل كده، اللي هو بتقدر تحول بعدد كواد كاونت أو بلينز. وهنا بتحط شوية سيتنج زيادة، وممكن تعمل بريفيو قبل ما تحول المش بتاعك. وهنا في اوبشنز زي السيمتري، ان هو ممكن يكون الاوبجكت بتاعك لو انت عايزه يكون سيمتري على اكسس معين، يعني مثلا هو مختلف من الناحية دي بس انت عايزه وانت بتحوله المش يكون سيمتري، فانت بتفعل الاكسس اللي انت عايزه. تمام. وبعد كده بتدوس اوكي. دلوقتي انا هدوس كانسل. هنا بالنسبة للويل عندنا، لو احنا عندنا اوبجكت وبعد كده مسحنا منه جزء وحطينا مش بنظام تاني السيجمنت دي، وبعد كده احنا عايزين نعمل ما بينهم ويلد. فالويلد ده اللي بيعمله ان في الاول بيديك الاوبجكت اللي عايز تعمل او الاوبجكتس اللي انت عايز تعمل ما بينها ويلد. كده انتر. كده بيكون في توليرانس ده ممكن في الاول يكون صغير 20 مثلا او 10. الجزء اللي جوه التوليرانس هو اللي بيعمل ما بين الإدجز بتاعته الجزء اللي بره التوليرانس اللي مع التوليرانس. يعني مثلا لو خليناها 80 هتلاقي علم على كل الإدجز الموجودة تقريبا، كل السيجمنتس. هنا برضو في الهيلب بتاعة الراينو بيوضح لك كل أمر، وهنا مديك فيديو صغير وكاتب لك عليه إن التوليرانس كل ما بتغيره كل ما بيكون معاك الإدجز اللي جوه التوليرانس هي اللي بيتعمل لها ويلد. تمام، اللي بيكون معمول لها highlighted. وهنا برضو اللي بيكلمك على الأنواع التانية أو الخطوات للويلد. هنا ممكن تعمل دبل كليك على edge loop، وهنا ممكن كليك ما بين edge و edge، وبعد كده دبل كليك ما بينهم عشان تسلكت الجزء اللي ما بينهم كله. وهنا برضو دبل كليك على رينج، نفس فكرة في الصف دي. كل طرق السلكت ازاي تعمل ما بينهم ويلد. الويلد اللي بيعمله ان احنا لو دوسنا دلوقتي انتر هتلاقي الاوبجكت ده لسه لوحده وده لسه لوحده. امال ايه اللي عمله الويلد؟ اللي عمله الويلد ان هو صحح اتجاه النورمال بتاع كل الفيرتكس دي عشان ما يحصلش معاك اي مشكلة وانت بتطلع البرودكت ده او بتطبعه. ده اللي بيعمله الويلد. ده برضو معناه إن الويلد ملهوش أي علاقة بالجوين، إن ده كده بقى لوحده، ده لوحده. بس لو عملنا لهم جوين وده برضو لوحده، لو عملنا جوين كده هيبقوا كلهم حاجة واحدة بالشكل ده. طيب دلوقتي لو احنا عندنا سيرفيس أو أي جيومتري، والجيومتري ده فيه مشكلة في جزء معين، يعني متقاطع مثلا في حتة سوا أو مش ناعم أوي وأنت عايز تنعمه، كنا بنفعل الكنترول بوينتس ونتحكم فيها. بس ساعات الكنترول بوينتس بتكون معقدة بالشكل ده وما بتبقاش انت شايف ايه اللي بيحصل. فاللي هناخده دلوقتي حاجة اسمها يو في ان. من الكنترول بوينتس هنا في العلامة دي عندك هنا أمر اسمه موف يو في ان. اللي بيعمله الأمر ده ببساطة إن هو بيبدأ يحرك الكنترول بوينتس دي على أساس كذا اتجاه، اليو والفي اللي هما الإكس والواي، والإن اللي هو النورمال دايركشن بتاعه بسكيل معين. يعني أنت لو هتحرك بشكل صغير قوي ممكن تختار أقل حاجة 1/1000، لو بشكل أكبر شوية 1/100، وهكذا. يعني أنت دلوقتي عايز تحرك النقط دي في اتجاه ال V، ده كده اتجاه ال V. يعني هنا لو حركنا في اتجاه ال V
نلاقي الاتجاه ده لما بنرجع لورا الشكل هيتفرد بالشكل ده كده في الاتجاه ده. ودلوقتي لو رجعت تاني وعملت غيرت السكيل من 10 للسكيل ده صغر شوية وحركت كده، هتلاقي الكنترول بقى ضعيف أوي، ما بقاش زي الأول. 1 بقى الكنترول أقوى شوية، وال10 اللي إحنا كنا بنعملها اللي هو الكنترول الأول سريع. طبعًا 100 هتلاقي الكنترول كبير أوي، هيفرد على مساحة كبيرة كده بالشكل ده، بس إحنا هنرجع عشان هي 10 مناسب بالنسبة للجزء ده. طيب وهنا الجزء ده فيه تقاطع، فممكن نعمل select كده على الجزء ده، وبرضه يعني كل ده ممكن كل ده سوا، ممكن نفعل الواير فريم عشان نعرف نselect صح، الجزء ده والجزء ده ممكن نصلحهم سوا. لأ ممكن نصغر الكنترول شوية نخليها 1 بالشكل ده، وهنا ممكن نمسك دول لوحدهم تاني ونحرك تاني بالشكل ده. ودلوقتي تحت فيه السموزنج ده اللي هو بيرجع برضه يحرك تاني، بينعم السيرفيس معاك في اتجاه اليو في الفي اللي احنا كنا شغالين عليه، تلاقيه برضه يعمل نفس اللي بيعمله فوق بس بشكل أنعم شوية. هنا شيلد تلاقي الشكل بدأ يظبط بالشكل ده. هنا نرجع واير فريم ونمسك الجزء ده كده ونبدأ نحرك برضه ده كده بالشكل ده، وهنا ده كده بالشكل ده حركه تاني، وده هنا بالشكل ده برضه. طيب دلوقتي المفروض إن انت لأ لسه في الجزء ده فيه intersect، فنحركه برضه بالشكل ده لحد ما يظبط. ممكن نعمل له smoothing من تحت بالشكل ده. طيب دلوقتي هتلاقي السيرفيس ما بقاش فيه تقاطع، بس يعني معوج قوي، ده بسبب ان بقى الاتجاه بتاع اليو البوينتس مش ماشية قصاد بعض بشكل ناعم. هنا ممكن نمسك الجزء ده سوا مع البوينت دي ودول ودي، ممكن مع دي كده، ونبدأ نظبط الاتجاه في اليو بالشكل ده. تلاقي الكيرف بدأ يكون أنعم كده. ممكن تمسك كل دول برضو، ممكن نقف على التوب عشان نشوف، ممكن نمسك دول وننعمهم أكتر بالشكل ده، ودول برضو. ممكن نعملهم سموزنج طالما الإفكت بتاعهم بسيط. ممكن نرجع نمسك دول ونعمل من فوق، ونعمل سموزنج برضو ليهم من تحت كده بالشكل ده. السموزنج بيتحكم في النورمال دايركشن كمان في نفس الوقت. يعني هنا لو مسكنا البوينت دي مع البوينت دي وحركنا في اليو بس، هتلاقي اليو بتتحرك في الاتجاه بتاعها بس كده، لكن لو عملنا هنا من تحت هتلاقي ان بتتحرك كمان، النقطة دي بترجع تطلع لفوق قصاد دي شوية، لو النورمال دايركشن بالشكل ده. طيب الموضوع ده برضو ممكن نستخدمه في ايه؟ دلوقتي ممكن نقفل الكنترول بوينتس ونشوف شكل تاني. دلوقتي لو احنا عندنا بايب بالشكل ده والقطر بتاعها كبير، بتيجي هنا عند المنطقة دي وبيبدأ يحصل التداخل ده. يعني لو هنا فتحنا الكنترول بوينتس للبايب، البايب لو معمول لها كاب لازم عشان تعرف تفتح الكنترول بوينتس تعمل اكسبلود علشان الجزء ده يكون لوحده. فدلوقتي فتحنا الكنترول بوينتس هتلاقي الجزء ده متبهدل هنا بالشكل ده، فممكن تقف في التوب علشان تشوف بشكل أوضح، وتيجي هنا على الجزء ده. دلوقتي لو فتحنا الموف يو في ان كده بالشكل ده، بعد كده بدأنا احنا نتحكم في الجزء ده كده العكس بالشكل ده.
نعمل سموزنج كده، نرجع شفتوا السموزنج بيرجع يفرد دول قصاد بعض ازاي بالشكل ده. لما تيجي ترجع للشيدد هنا هتلاقي ان الشكل ما بقاش بايظ زي الاول او ما بقاش فيه تقاطع. تقدر طبعا هنا الكنترول بوينتس ما كانش المفروض ان احنا نغير دول علشان تفضل البايب مظبوطه، يعني هنا دول تلعب فيه الجزء ده. وهنا الجزء السيمتري ده برضو لما بتكون انت عامل سيلكت على الجزء ده مثلا سوا، يبقى الناحية دي التحكم فيها زي الناحية دي بالظبط، والفي نفس الكلام. دلوقتي بشكل سريع كده نراجع اللي خدناه. هنا عندنا في الكنترول بوينتس قلنا ان احنا في طرق كتيرة نتحكم فيها في البوينتس بتاعتنا، وكمان الموف يو في ان هي مهمة جدا للتحكم بشكل سلس في البوينتس دي والتقاطع بتاعها. دلوقتي بقى الاناليسيس كلها زي ما هي موجودة فوق جبناها في الأول هي برضه موجودة هنا. فدلوقتي قلنا اللي هي الكيرفتشر الجيومتري كونتينيوتي بتبين العلاقة ما بين كل كيرف واللي بعده، زي مثلا لو اخترنا ده مع ده، تمام، فبيكتب لنا العلاقة ما بينهم هنا جي زيرو. طيب وعندنا برضو هنا السيرفيس اناليسيس كلها، من أول الاناليسيس بشكل عادي للشكل السيرفيس، ايه اللي نزل لتحت وايه اللي طالع لفوق. ممكن تعمل اناليسيس بكذا طريقة. هنا أنا عاملة على المينيمم راديوس هو اللي ياخد لون مختلف عن اللي ليه راديوس كبير. يعني هنا التحليل له علاقة ب الكيرفتشر، مش اللي طالع لفوق اللي نازل لتحت. هنا في أنواع تانية الماكسيمم راديوس هي عكس المينيمم. في المين، هنا المين دي بتعمل ايه؟ المين بيبين شدة الانحناء بتاعة السطح. بمعنى ايه؟ هنا دلوقتي الكالر باليت بتاعتك او اللي هو هنا الازرق هو اضعف حاجة، وبعد كده فوق اخضر بدأ يكون قوي، اصفر اقوى، احمر اقوى حاجة. فهنا بيقول لك ان الاحمر ده فوق كده بقى قوي جدا، الانحناء بتاعه قوي قوي بينزل بعنف جامد، بعد كده بدأ يقل يقل يقل، وبعد كده بدأ يقوى تاني عشان هيطلع بعد كده كل ده قوي جدا. هنا بدأ يقل برضه على الناحية دي، وفي الآخر قليل خالص. آخر نوع في ستايل عندنا هو الجيسيوم. الجيسيوم ده هو بيدي لون واحد، وده ليه علاقة بالسي ان سي، والعلاقة ما بين كل الاتجاهات في السيرفيس ده هناخدها أكتر قدام لأن هي أدفانسد شوية. رجعنا خدنا في الأناليسيس كمان، خدنا الزبرة اللي هي بتبين أكتر علاقة الأسطح ببعضها، و... وده بنعرفه من شكل الخطوط دي وعلاقتها ببعضها. أنا بس حبيت أوضح إن هي مش شرط تجيبها من فوق، أنت ممكن تجيبهم كلهم من هنا. آخر حاجة عايزة أقولها هي الانترسكت بوينت. أنت لو عندك كيرف والكيرف ده أنت مش شايف إيه المشكلة فيه أو إيه النقط المتقاطعة فيه، ممكن على طول تعمل الانترسكت بوينت. انترسكت بوينت كده بالشكل ده هتلاقي حط لك نقطة في المكان اللي فيه تقاطع علشان تشوفه بشكل واضح. دلوقتي هنبص على آخر حاجتين بسرعة عشان نبدأ ناخد أمثلة. أول حاجة ايه نظام المش سيستم. دلوقتي لو احنا عندنا اوبجكت، سواء الاوبجكت ده كان بالصوت دي او ان احنا ممكن نحوله لنربس كده بالشكل ده، ندوس ان هو يتحول لنربس، فبقى عندنا جزء واحد منه صوتي واحد منه نربس. احنا لو عايزين نحوله، ثانية نجيب وضع مثلا مونوكروم. احنا لو عايزين نحول الوضع ده او الاوبجكت ده لنظام المش، هنحوله ازاي؟ عندنا هنا في المش تولز، هنا في إنك تحول أي object للمش سيستم، فبتدوس أوكي وبتحوله. دي قلناها تمام. بس في إن إحنا نحوله بطريقة تانية مختلفة. خليها بس لاين تو سيبلين. ده كده مش ده الصب دي، هنا إحنا اخترنا الصب دي، وده كده المش. لو شفناه بالوضع الشديد هنلاقي المش عامل كده بالشكل ده. طيب المش ده ساعات بتكون السيتنج بتاعته مش متظبطة لما نيجي نحول الفايل ل STL من قبل ما نوديه للطباعة. فازاي نعمل حاجة زي كده؟ لو هنعمل مثلا اكسبورت على طول على الاوبجكت سواء النيرفس او السب دي، فبنعمل اكسبورت سيلكتد، او بنروح من الفايل على طول اكسبورت سيلكتد، وبنختار الفايل STL بالشكل ده، ونكتب مش
دلوقتي بيطلع لنا الاوبشنز دي و الرقم ده هو أكبر رقم هيعمله لمقاس السيجمنت بتاعة المش، يعني أكبر مقاس هنا هو 1/100 مليمتر. طيب الكلام ده ممكن يكون ده السيمبل كنترول، الكلام ده ممكن تتحكم فيه بشكل أكبر من كده عشان تتحكم في كمان أصغر مقاس يكون قد إيه، وتتحكم ممكن تتحكم بالعدد. فهنا بتدوس detailed controls عشان تفتح التاب دي، فبتتحكم في كل حاجة. setting دي بقى مهمة أوي نضبطها، ودي أهم setting بالنسبة للمش. الdensity اللي هي الكثافة بتاعة المش أو كثافة التوزيع بتاعته، فهنا هنخليها 1. احفظوا الsetting دي وصفروا الباقي 0 ودي 0 ودي 0 برضه، وهنا دول بقى هما اللي هنتحكم فيهم، دول هما اللي هنغيرهم. الminimum edge length اللي هي الماكسيمم، دي الماكسيمم edge length يعني أكبر مسافة في المشز اللي هي مش قريبة أو اللي ليها علاقة من edge لإدج، فهنا هنخليها مثلا 0.02. وهنا دي اللي هي كانت بره، اللي هي كانت في السيمبل كنترول. تمام، فدي ممكن نصغرها تاني، ممكن نكبرها، ممكن نعمل بريفيو من قبل ما نشوف المش بتاعنا. هنا ممكن نرجع دي 1/100 بس، نعمل بريفيو، تلاقي المش شكله بقى كده، ومن الأماكن اللي عندها إدج بالشكل ده. إيه المش اللي بيكون بالنسبة لنا يعني كويس كده؟ المش اللي يكون لون الأوبجكت بدأ يتحول لأسود، لكن مش أسود أوي، يعني المش مغطية الشكل كله، والحتت دي ما حصلش فيها جليتش، الحتت اللي فيها زوايا ما حصلش فيها جليتش، ومتوزع المش فيها بشكل كويس. ممكن يكون المش قابل للطباعة وكل حاجة، لكن مش هو ده الشكل المثالي بالنسبة له، فأنت ممكن تفضل تضبط الsetting دي لحد ما تحس إنك تمام. هنا كمان ممكن تتحكم في عدد الكوادز بتاعتك، تحط المينيمم كوادز، يعني ممكن تقول له المينيمم 200، بحيث إن هو لو مقسم الكوادز عندك برقم أكبر من كده لا يقلله تاني، يظبط عدد الكوادز يخليه ما يقلش عن 200 في كل الأحوال. وتلغي لو كانوا دول متعلم عليهم تلغيهم، الريفاين مش والباك تكتشر. الباك تكتشر بس لو انت عايز تسيف حاجة معينة في داتا للتكتشر معينة، هناخدها قدام أكتر. بس ولو خلصت تدوس اوكي، هيديك دول ما تغيرهمش، وبعد كده ممكن تعمل adjust مش ممكن تدوس اوكي على طول كده اتسيف. دلوقتي هنبص على آخر حاجتين بسرعة عشان نبدأ ناخد أمثلة. أول حاجة ايه نظام المش سيستم. دلوقتي لو احنا عندنا اوبجكت، سواء الاوبجكت ده كان بالصوب دي او ان احنا ممكن نحوله لنربس كده بالشكل ده، ندوس ان هو يتحول لنربس، فبقى عندنا جزء واحد منه صوب دي، واحد منه نربس. احنا لو عايزين نحوله، ثانية نجيب وضع مثلا مونوكروم. احنا لو عايزين نحول الوضع ده او الاوبجكت ده لنظام المش، هنحوله ازاي؟ عندنا هنا في المش تولز، هنا في إنك تحول أي object للمش سيستم، فبتدوس أوكي وبتحوله، دي قلناها تمام. بس في إن إحنا نحوله بطريقة تانية مختلفة. خلينا بس line to sibling، ده كده مش ده الصب دي، هنا إحنا اخترنا الصب دي، وده كده المش. لو شفناه بالوضع الشيدد هنلاقي المش عامل كده بالشكل ده. طيب المش ده ساعات بتكون السيتنج بتاعته مش متظبطة لما نيجي نحول الفايل ل STL من قبل ما نوديه للطباعة. فازاي نعمل حاجة زي كده؟ لو هنعمل مثلا اكسبورت على طول على الاوبجكت سواء النيرفس او السب دي، فبنعمل اكسبورت سيلكتد، او بنروح من الفايل على طول اكسبورت سيلكتد وبنختار الفايل STL بالشكل ده، ونكتب مش. دلوقتي بيطلع لنا الاوبشنز دي و الرقم ده هو أكبر رقم هيعمله لمقاس السيجمنت بتاعة المش، يعني أكبر مقاس هنا هو 1/100 مليمتر. طيب الكلام ده ممكن يكون ده السيمبل كنترول،
الكلام ده ممكن تتحكم فيه بشكل أكبر من كده عشان تتحكم في كمان أصغر مقاس يكون قد إيه، ممكن تتحكم بالعدد، فهنا بتدوس detailed controls عشان تفتح التاب دي، فبتتحكم في كل حاجة. setting دي بقى مهمة أوي نضبطها، ودي أهم setting بالنسبة للmesh. الdensity اللي هي الكثافة بتاعة الmesh أو كثافة التوزيع بتاعته، فهنا هنخليها 1. احفظوا الsetting دي وصفروا الباقي 0 ودي 0 ودي 0 برضه، وهنا دول بقى هما اللي هنتحكم فيهم، دول هما اللي هنغيرهم. الminimum edge length اللي هي الماكسيمم، دي الماكسيمم edge length يعني أكبر مسافة في المشز اللي هي مش قريبة أو اللي ليها علاقة من edge لإدج، فهنا هنخليها مثلا 0.02، وهنا دي اللي هي كانت بره، اللي هي كانت في السمبل كنترول. تمام، فدي ممكن نصغرها تاني، ممكن نكبرها، ممكن نعمل بريفيو من قبل ما نشوف المش بتاعنا. هنا ممكن نرجع دي 1% بس، نعمل بريفيو، تلاقي المش شكله بقى كده، ومن الأماكن اللي عندها إدج بالشكل ده. ايه المش اللي بيكون بالنسبة لنا يعني كويس كده؟ المش اللي يكون لون الأوبجكت بدأ يتحول لأسود، لكن مش أسود قوي، يعني المش مغطية الشكل كله، والحتت دي ما حصلش فيها جليتش، الحتت اللي فيها زوايا ما حصلش فيها جليتش، ومتوزع المش فيها بشكل كويس. ممكن يكون المش قابل للطباعة وكل حاجة، لكن مش هو ده الشكل المثالي بالنسبة له، فأنت ممكن تفضل تضبط السيتنج دي لحد ما تحس إنك تمام. هنا كمان ممكن تتحكم في عدد الكوادز بتاعتك، تحط المينيمم كوادز، يعني ممكن تقول له المينيمم 200، بحيث إن هو لو مقسم الكوادز عندك برقم أكبر من كده لا يقلله تاني، يظبط عدد الكوادز يخليه ما يقلش عن 200 في كل الأحوال، وتلغي لو كانوا دول متعلم عليهم تلغيهم الريفاين مش والباك تكتشر. الباك تكتشر بس لو انت عايز تسيف حاجة معينة في داتا للتكتشر معين، هناخدها قدام أكتر. بس ولو خلصت تدوس اوكي، هيديك دول ما تغيرهمش، وبعد كده ممكن تعمل adjust مش ممكن تدوس اوكي على طول كده اتسيف. طيب دلوقتي هناخد باقي الأدوات المهمة بشكل سريع. دلوقتي احنا قلنا الثلاث أنظمة دول، النيرفس والسبدي والمش، مختلفين جوه الراينو، بمعنى الأوبجكت ما ينفعش يتعامل إن هو أوبجكت واحد بنظامين مختلفين. لو هنا عملنا بولين ما بين الاتنين دول هيعمل هنا في أمر اسمه بولين مش، ممكن نعمل لهم يونيون سوا ويفضلوا على نفس شكلهم. لكن لو جربنا نعمل بولين يونيون مع اوبجكت بنظام مختلف كده بالشكل ده، هتلاقي انه حول الاوبجكت ده لمش زي دول. طيب كمان دلوقتي المش ده كده مربعات، احنا لو عايزين نحوله لشكل تريانجل ففي عندنا هنا الأمر ده اللي هو تريانجل مش، هنا كده حول كل دول لشكل مثلثات، مش على شكل مثلث كده بالشكل ده. طيب ده هيساعدنا في ايه؟ هيساعدنا ان احنا ممكن نعرف الكاونت بتاع البوليجونز في الاوبجكت ده. هنا في امر اسمه الكاونت، بس بيجيب الكاونت للبوليجون الايه التريانجل ده بس بالشكل ده، فكتب لك 2200، فكتب لك 242,003، يعني وهم سنجل كانوا 121,002 أو واحد. تمام. دلوقتي الأوبجكت ده عندك الكوادز بتاعتهم مربعة بالشكل ده، ممكن تحولها لشكل مثلث من هنا، الأمر ده اسمه ترينجوليت مش، تحوله كده بالشكل ده، بقى كل الكوادز دي متقسمة بالشكل ده. والكاونت بتاعها ممكن تجيبه من هنا بوليجون كاونت، ويكتب لك هنا عدد الكاونت بتاعهم، يبقى عدد الكاونت بتاعهم هما مربعين كان النص تقريبا، مش النص بالظبط لأن بيبقى فيه أماكن بيكون فيها الكوادز لازم تتقسم بشكل مثلث. هنا ممكن نرجع الكوادز تاني بلاناريتي اللي هي المدى بتاع السطح اللي هيخلي يدمج فيه الكوادز مع بعض. تمام. هنا سيب الكوادز زي ما هي وندوس اوكي، هيرجع بالشكل ده.
طيب الأوامر دي هي نفس الأوامر اللي كنا بنعملها على الصوب دي بالظبط، موجودة تاني برضو هنا. دي اكسترود، ممكن تعمل اكسترود بالشكل ده لجزء كواد، وممكن تعمل insert edge أو إنك تدخل سلايد أو تعمل سلايد لإدج أو تعمل stitch أو append to mesh. والappend هنتكلم عليها تاني لما نوصل للمش، هنتكلم عليها تاني بشكل يعني يوضحها أكتر من كده شوية. وفي عندنا هنا الريديوس مش، دي بتقلل عدد المشز بس في الغالب مش بتحافظ على الشكل بتاعها بالشكل الكواد ده. فلو دوسنا اوكي، في طريقتين للريديوس. اول طريقة انك بتقلل برقم بوليجونز معين، وتاني طريقة انك بتقلل بنسبة مئوية، فانت ممكن تقول له قللهم بنسبة 20% بس. تمام، ممكن تعمل بريفيو من قبل ما تحول الشكل بتاعك، احسبه ويوريك البوليجونز هتتحول معاك بالشكل ده. اوكي، وتسحبه كده، مسح القديم. تمام، ده الشكل اللي هو طلعه. انت قللت بنسبة صغيرة فبدأ يدمج حبة بشكل عشوائي بالشكل ده. طيب الكواد، الفرق لو احنا رجعنا كده، الكواد عندنا بيحافظ على شكل التقسيمة بتاعة الجريد الأساسية. يعني هنا بالتارجت كاونت معين للكوادز بتاعتك، بس لو قل قوي، يعني هنا لو فعلنا البريفيو، لو قل قوي هيحصل ديستورشن للشكل. شوف دلوقتي، ندي وقت يحسبها. 200 ده عدد قليل جدا، لأن احنا عارفين البوليجونز عندنا كانت 101,000 تقريبا، وهم كوادز مربع، أو 120,000. فطلع الكوادز عندنا بالشكل ده. ممكن نشوفها من هنا اهي، شايفين حاصل ديستورشن ازاي علشان الكاونت أقل جدا. فممكن من قبل ما ندوس اوكي، لا نزود الرقم ده، نخليه مثلا 2000، ونعمل بريفيو تاني، نسيبه يحسب. هتلاقي الشكل بدأ يظبط أكتر على الشكل الأساسي بالشكل ده. ممكن ندوس اوكي بالشكل ده، هنلاقي ده الشكل اللي طلع. طبعا قللنا البوليجونز جامد، فده اللي حصل. طيب عندنا نفس الأوامر قلنا بتاعت الصف دي، ممكن insert edge على أي مش. دلوقتي لو عملنا بالشكل ده كده، سحبنا الاتجاه بتاعها مثلا كده، طبعا هي اتعكست، بس خلينا نعملها تاني. طيب دلوقتي المش بقى بيحصل فيه مشاكل كتيرة جدا. دلوقتي لو قربت هنا كده هتلاقيه فيه كده edge ملهوش معنى، طالع كده لفوق لوحده بالشكل ده، وعامل انترسكت بشكل غريب مع edge تاني. هنا لو جيت من ورا هتلاقي الدنيا متبهدلة وفي فتحات، ومن تحت نفس الكلام. فالمش فيه مشاكل كتيرة جدا. عندنا التشيك دي بتبين لك كل المشاكل. هنا بيقول لك إن في 2 short edges بشكل كبير قوي، وفي 4 non modified edges، وفي 2 duplicated faces. وبيقول لك إن في مشاكل هنا حصلت. هنا في مشاكل حصلت بسبب إن في 139 فيس عندك، في ما بينهم intersect، بيتقاطعوا مع بعض يعني. والمشاكل دي ممكن تسبب مشاكل، أو ممكن تحصل مشاكل خلال عملية المش بولينج. تمام، وفي 158 نيجاتيف إيدج، يعني مش متوصلين ببعض، بعدها هول. تمام، ففي مشاكل كتيرة جدا. هو كاتب لك كل حاجة هنا تبع المش بتاعك، لكن هو valid مش في الآخر، بس في مشاكل. طيب لو عملنا كلوز دلوقتي، ممكن نصلح جزء من المشاكل دي واحدة واحدة سوا. أول حاجة هنا المش ريبير. هنا ممكن تدوس الأول تشيك مش عشان يبدأ يطلع لك المعلومات بتاعته. هنا بيقول لك إن ده باد مش، يعني في مشاكل كتيرة أوي، وكتب لك نفس المشاكل تاني. وفي الآخر أنت ممكن تعمل طيب ريبير مش بالشكل ده، نيكست، يبدأ يبين لك المشاكل دي فين. دي كده النيكد ايدجز، فدي معناها ان الحتة دي مش متقفلة في المش، فممكن نعمل لها ايه، ممكن نسيب دي مبيناهم عادي. وهنا نيجي نعمل ريبير، نقول له نيكست، نقول له طيب دلوقتي بيديك بقى ده مساعدات، اللي هي الأدوات دي موجودة هنا تاني، بس هو بيحطها لك هنا كمساعدة إنك تختارها من هنا على طول، علشان تظبط المشاكل اللي في المش بتاعتك.
فدي كده هنا فتحة، فالحل يبقى الحل هو في الهول. فبتيجي هنا، أو إنك ممكن تعمل fill all holes. تمام، وبتبدأ تسلكت كده على الأماكن اللي فيها فتحات تاني، تدوس تاني كده، تدوس كده. في مشاكل مش هيحلها ليه؟ بسبب إنه بصوا هنا الجليتش الصعب أوي اللي حاصل. ففي حاجة اسمها align vertices، اللي هي بتبدأ تختار أهو، ماشي، بتبدأ تختار بقى النقط بتاعتك. الأول فوق بتختار أنت عايز تعمل select على إيه، select على vertices ولا naked edge. فدلوقتي أنا هعمل select على vertices بس، ماشي. بعد كده بتبدأ تalign مثلا البوينت دي مع البوينت دي، تدوس enter. طيب دلوقتي أنا عايزة align دي تاني، ثانية. بتدوس align vertices، وهنا البوينت دي قصاد دي مثلا. طبعا المش يعني بجد مشاكله بتكون رخمة جدا، فاحنا ممكن أصلا نقفل دي كلها. وإيه الحل دلوقتي؟ يعني واقفل برضه الانالايز بتاع النيكد ايدج. الحل الأحسن هو الكواد ريمش. ليه؟ لأن الكواد ريمش بيبدأ يقسم لك الشكل على مديولة رباعية، يعني بيبدأ يخلي اللاين يتعمل على طول تاني. وبعدها هنعمل حاجة تاني، بس الأول نظبط العدد التارجت، ندوس اوكي. هتلاقوا مشاكل كتيرة اتصلحت بالشكل ده، بس لسه في مشاكل في الأماكن دي. ممكن تعمل delete faces للفيسز القريبة قوي من بعض دي هنا، أو ممكن تيجي في التوب وتشوف المشكلة دي فين. سواء المشكلة دي هنا، ممكن تعمل كده وتعمل delete لكل ده. تيجي هنا تمسك الفيس ده والفيس ده برضو تعمل له delete، وترجع انت تعمل fill hole للجزء ده. وهنا برضو هيكون في مشاكل، فهيكون نفس الحل. طيب هتعمل fill hole ازاي؟ في عندك حلين. حل انك تضيف هنا مش، هنا دي بتمسح الفيسز وهنا دي بتضيف مش. فالأحسن إنك تخلي المشز قصاد بعض، يعني ممكن نمسح الفيس ده كمان علشان نخلي المشز اللي قصاد بعض لما نيجي نوصلهم تاني مستقيمين مع بعض، وكمان قد بعض، بيكون التوصيل ما بينهم أحسن. فدلوقتي لما نيجي نعمل add mesh، سوري لا هو مسك خط غلط، تاني ادي أول فيس وادي تاني فيس، فوصل بينهم بالشكل ده كده. ونكمل هنا كمان مرة. طبعًا هنا هيحصل مشاكل. فالحل إيه دايمًا برضه الأحسن؟ الحل الأحسن إن إحنا نعمل fill hole بالrepair، إن إحنا نعمل آدي الmesh بتاعنا، نعمل له fill hole بالشكل ده، قفله على طول. تمام. طيب إيه الحل برضه الأسرع من كده؟ عندنا بقى أمر مهم جدًا، جدًا مش هنستغنى عنه في الmesh أول ما نخلّص أي object بتاعنا. وعايزين نعمل يعني زي justify شوية للشكل بتاع الobject بتاعنا، ونتأكد إن هو مش هيكون فيه أي مشاكل خلال الطباعة. عندنا أمر اسمه shrink wrap. هنا الأمر ده كل اللي بيعمله إنه بيقفل أي فتحات موجودة وبيظبط حجم المش تاني، ممكن يقلله شوية. يعني هنا ممكن تخلي اللينس ثابت عشان الطباعة، يعني مش هتلاقي خطوط متباعدة قوي، وهتلاقي إن هو هيقلل لك شوية وهيعمل smoothness للإدجز بتاعته. تمام. وهنا الفيل هول هيقفل أي هول إلا لو أنت مش عايز تقفلها، فبتشيل هنا التشيك. ممكن تعمل بريفيو الأول. الشكل يعني قريب جدا للشكل الأساسي. تمام. فده اللي عمله، ده اللي عمله شرينك راب. دلوقتي لو مسكت الأوبجكت ده وعملت له تشيك هيقول لك لا ثانية، نعمل بقى باك. لا احنا ماسكين لسه المش القديم، فنعمل تشيك مش على المش ده. هيقول لك is a good this is a good مش، يبقى ده كان من اللي هو القديم bad مش. لازم في الآخر نعمل فينش على الأوبجكت اللي بنعمله تشيك. تمام.
بس ده كده بالنسبة للمش، والحاجة المهمة اللي احنا عايزين نعرفها أول ما يقولك إن المش جود خلاص أنت كده تقدر تطبع الشكل ده أو تحوله لفايل STL من غير ما يحصل فيه أي مشاكل في الطباعة. طبعا هنا إن الشكل ما كانش الأساسي قوي بتاعه ده، وأنت آه ده وأنت بتعمل يعني هنا ممكن نمسك الشكل الأساسي تاني نعمل له shrink wrap، هو هيعمل له الجوين هو، وهيعمل له الاوبتمايزيشن بالنسبة اللي أنت عايزها. وهنا الرقم ده ممكن تغيره من قبل ما تحوله تعمل ريفيو وتشوف الرقم ده مناسب للشكل ولا كده خلاه بعيد قوي عن الشكل الأساسي. فهنا هتلاقي إن هو بدأ ينعمه زيادة. الحل إيه؟ إنك تصغر الرقم ده شوية، يعني مثلا ممكن تخليها 0.8 تعمل ريفيو تاني. هو برضو مش باين قوي، عايزين نسحبه، ده كده أقرب شوية بس ممكن نصغره تاني، ممكن نخليها 0.5. وخلي بالكم إن دايما اللي بيعمل المشاكل كبيرة في المش هو البولين. فلما تيجوا تعملوا بولين حاولوا تظبطوا الشكل على قد ما تقدروا من قبل ما تعملوا البولين. طب نسحبه عشان نشوف أكتر، أو هتلاقي ده نعمه زيادة، لا ده أقرب للشكل الحقيقي اللي هو هنا. ممكن لما نعمل ريندر الدنيا تبان شوية بالشكل ده. وده لو مسكته وعملت له تشيك، طبعا تعمل نيكست وتعمل فينش لده الأول وبعد كده تعمل تشيك على الأوبجكت ده، هيقول لك برضو إن ده جود مش.